بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. دلوقتي يا جماعة بنعمل الكوسة باللبن. هنا سلقنا الكوسة وسيبناها تبرد عشان هنعملها في الخلاط، وهنا حطينا معلقتين نشا كبار مع معلقتين كريم شانتيه وشوية لبن عليه. ودلوقتي حطينا اللبن على النار عشان يغلي. على ما يغلي بقى وبعدين نقلبه، هنوريكم بقى هنعمل ايه. وهنا فرمنا الكوسة وهننزل بيها بقى اهي. ده لبن لسه هيفك. هو لبن بقري يا جماعة بالقشطة اللي عليه. وهنا يا جماعة دلوقتي هنزل بالنشا. انا زودت معلقتين نشا كمان عشان اللبن طلع كتير. وايدنا فيه بقى طولي كده نقلب على طول. ما شاء الله. نحط بقى ذرتين فانيليا وذرة ملح بسيطة جدا، ونقلب بقى ونطفي. احنا بنغرفها بقى دلوقتي بقى، احنا بنغرفها. ما شاء الله ما شاء الله، سمكها جميل ما شاء الله. وده شكلها يا حبايبي بعد ما خلصت وغرفناها. واقول لكم احنا عملنا ايه. اول حاجه جبنا الكوسه وغسلناها كويس قوي وهي بقشرها، ما قشرتهاش. شلت القمعين وقمت جايه مقطعاها وحطها تتسلق على النار. لما استوت نزلتها سبتها تبرد، وبعدين حطينا اللبن يغلي. وبعد ما غلي حطينا النشا، مقلبين فيها معلقتين كريم شانتيه، وبعدين قلبنا وحطينا ظرفين فانيليا مع ذرة ملح بسيطة، وزودنا السكر براحتنا في الأول. وده الشكل النهائي يا حبايبي، يا رب تعجبكم.